يا صباح الخير، يا صباح النشاط، ويا صباح التفاؤل. صباح شتوي، صباح ممطر، صباح بارد كتير كتير. صباح الخير لكل متابعين القناة، متابعين حلو مالح جوري فاميلي. اليوم الجو عنا كتير بارد، فحبيت انه احضر كيكة بحسها من انجح الكيكات ومن ألذ الكيكات بالشتوية، مع كاسة شاي دافية بيكون الجو غير شكل رواق. كيكتنا اليوم سهلة وخفيفة وهشة، كيكة مكوناتها كتير بسيطة، ممكن نساويها بوقت كتير قليل، ودائما بإذن الله تعالى النتيجة مضمونة. تابعوا معي هذا الفيديو لنشوف المكونات وطريقة التحضير. بالبداية رح يلزمني 6 حبات من البيض. يفضل انه البيض يكون بحرارة الغرفة، يعني لما بنحضر اي كيك لازم البيض ما يكون ابدا بالبراد. هون رح ابتدي المرحلة الاولى انه افصل الصفار عن البياض. هاي المرحلة بدها شوي دقة لحتى ما يختلط عنا الصفار بالبياض. بالنسبة لي مرحلة كتير مزعجة وقت اللي بدي افصل الصفار عن البياض. بدنا نتأكد انه ما نزل عنا صفار، يعني ما اختلط الصفار مع البياض. انا هون نزلت عندي نقطة صفرة مثل ما نكون شايفين، بس يلا ما بتأثر. هون صار البياض جاهز، رح ضيف عليه رشة من الملح وبدي ابتدي اخفق. ضروري نستعمل المضرب الكهربائي لانه بايدنا ما بيمشي الحال. بدنا نخفق كتير منيح لحتى يتغير عنا قوام البيض من قوام شفاف لقوام كريمي ابيض غامق. مثل ما نكون شايفين هون بلش عندي قوام البياض البيض يتغير. وهلا هيك مراحل الخفق عندي بلشت تعطيني النتيجة. هون وصلنا للنتيجة الكريمية وهي المطلوبة. بدنا ننتبه انه ما نخفق البياض كتير لانه ممكن يفصل معنا. فهون وصلنا للقوام المطلوب وصار بياض البيض جاهز. اذا كنا عم نحضر هذا الكيك بالصيف يفضل انه نحط بياض البيض بالبراد لبين ما نكمل المراحل. في عندي هلا 6 حبات من الصفار، رح ضيف عليهم 1.5 كاسة من السكر مع 20 جرام من الفانيليا، ما يعادل تقريبا ظرفين. بهي الأثناء أنا حميت الفرن من فوق ومن تحت على حرارة 200، لازم يكون الفرن حامي. وبدنا نحرك. هون كانت صارت عندي كارثة، كان طار الجهط. بدي أخفق كتير منيح الصفار مع السكر لحتى السكر عندي يدوب وأتأكد إنه داب. وبضيف ربع كاسة من الزيت النباتي، شوية خفق وصار جاهز. هلأ هون في عندي كاسة من المي الفاترة. المي لازم تكون فاترة قريبة للدافية أكتر ما تكون قريبة للباردة، ولازم ننتبه إنه ما تكون المي مغلية أو حامية كتير مشان ما ينطبخ عنا صفار البيض. بدي ابتدي اجمع بين الصفار والبياض. بدنا نجمعهم على مهل تحريك كتير خفيف من تحت لفوق لحتى البياض عندي ما يفقد الهواء. بنقدر نستخدم المضرب اليدوي، بس كمان بدنا نكون كتير حذرين. يعني مثل ما نكون شايفين ما شاء الله مبين من خلال الفقاعات انه الخليط عندي مليان هواء. رح ابتدي احرك شوي شوي من تحت لفوق، وهيك صار جاهز عندي. اندمج عندي البياض مع الصفار وصار فينا نضيف الطحين. انا هون في عندي 1.5 كاسة من الطحين منخول متعدد الاستعمالات، و1.5 كاسة من النشا كمان منخول. رح ضيفهم شوي شوي بالتدريج وابتدي كمان حرك من تحت لفوق. وبدي اضيف 10 جرام من البيكنج باودر. يعني شوفوا ما شاء الله قبل ما اضيف البيكنج باودر والخليط مبين انه مليان هواء، مبين من الفقاعات. القوام عندي هيك صار جاهز والخليط عندي صار جاهز. بدنا نحطه بالفرن. نطفي الفرن اول ما ندخل الكيك على الفرن، نطفي الفرن تماما من فوق، بضل عنا شغال بس من تحت مثل ما تكون على حرارة 200. قوالب الكيك اللي عندي كلها قوالب مزغرفة، فانا حبيت انه اساوي الكيك بدون موديل، وطلع بعقلي انه احطه بالطنجرة. كان اختراع يعني موفق مثل ما بيقولوا. النتيجة عن جد روعة. يعني ارتفاع الكيك من الوسط غير شكل، كيكة كتير هشة، وبصراحة عن جد ما قدرت استنى لحتى تبرد. البيت بيكون بشتوية مسكر وريحة الكيك هيك بتنتشر فورا. عن جد شعور غير شكل. كيك لذيذ وخفيف وهش كتير. بتمنى هاي الكيكة انها تعجبكم، بتمنى انكم تجربوها لانها وصفة كتير ناجحة. انا ما حبيت زين الكيك ولا حبيت احشي ابدا، حبيت يكون سادة. وهون هيك بلشت الحركات وكمان كان طار الصحن. انتبهوا قديش الكيك خفيف، قديش هش. بتمنى الوصفة انها تكون عجبتكم. بتمنى اكيد تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عفوا. تابعوني.